طبعًا بقى مع الحمل شكل الجسم بيتغيّر، الست بتبُص للمراية كده وتحس إنها متضايقة. أول حاجة أنا هاقول لِك عليها بلاش بكاء على الأطلال، يعني الواحد لازم يبقى يعرّف نَفْسه بس حاجة بسيطة، إن كل مرحلة وليها شكل. زي مثلًا دلوقتي أنا عايش في القاهرة، الحياة ممكن شكلها يختلف لو رُحت عِشت في إسكندرية، مش إن إسكندرية أوحش ولا القاهرة أحلى، لا، لا، هم كلّهم زي الفل، بس هي الاتنين مش شبه بعض. فلمّا أنا أستعد للمرحلة دي هاكون متقبّل إن أنا والله إسكندرية باسمع فيها صوت البحر أكتر من القاهرة، فدي حاجة هاتعوّد عليها. وفي نهاية الحال بطبيعة الحال ممكن فعلًا أرجع تاني القاهرة، ممكن أرجع لجسمي تاني، بس إن أنا أبقى في المرحلة في وسطها وكل يوم عمّالة أبُص لنفسي في المراية وأقول يا ربي أنا مش حاباها، أنا متضايقة، أنا مش مبسوطة، أنا باطوّل على نفسي الرحلة، أنا باصعّب على نفسي مش هاقول الاستمتاع، بس هاصعّب على نفسي حتى متاعب المرحلة، لإن هي ليها متاعبها. فلمّا أنا أكون أصلًا شايلها وأنا كده حاسة إني تقلانة ورافضة ومتضايقة، فأنا صعّبت على نفسي. فالتقبُّل هو كلمة السر الأولانية، إنها مرحلة ومصيرها تعدّي، إن أنا دلوقتي جسمي بيبني حياة جديدة، فطبيعي إن هو يبقى مش بس متغيّر من برّه، هو كمان متغيّر من جوّه، مشاعر وطريقة نوم، طريقة أكل، كل ده بيتغيّر. فأنا لازم دلوقتي بالعكس أفرح إن جسمي إن شاء الله الحمد لله قادر يخدمني خدمة زي دي، وأبقى ممتنة ليه والحمد لله على النعمة دي وبتعدّي.